السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بتالتة إعدادي. النهاردة بإذن الله هنحل تمارين كتاب المعاصر، تمارين 3 صفحة 209. بإذن الله هنحل التمارين كلها، مش هنسيب ولا سؤال بإذن الله. الفيديو مش عايز يطول على حضرتك، هقسمه على نصين، جزء أول وجزء تاني عشان ما يكونش طويل. مش عايز حضرتك تتفرج عليا وأنا بحل، عايز حضرتك تحل الأول بعد كده تشوف حلي وتشوف حضرتك بتحل صح ولا غلط وتتعلم من حل. مش عايز اطول عليك في المقدمة، يلا بينا نخش على السؤال الاول. بيقولك اوجد طول القطعة المستقيمة ا ب في كل من الحالات الاتية. تعالى الاول حالة وهي الحالة رقم 1. مديني الالف بواحد واتنين ومديني الب باربعة وستة. طبعا على طول بنروح للقانون بتاعنا، هو قانون البعد. قانون البعد بتاع حضرتك بيقولك ايه؟ بيقولك ان جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. هتقولي طب احط هنا فرق السينات، احط سين واحد الاول ولا سين اتنين؟ هقولك مش هتفرق. هنا في تربيع. هقولك مش هتفرق ليه؟ حطيت هنا سين واحد الاول او سين اتنين الاول مش هتفرق برضو. ليه؟ هقولك لو معايا مثلا هنا ادي سين واحد بواحد وسين اتنين باربعة، هتحط مثلا سين واحد الاول اللي هي بواحد وسين اتنين اللي هي باربعة هنا، فهتبقى واحد ناقص اربعة هتطلع معاك بسالب تلاتة. فالتربيع هينزل على السالب يطيره وينزل على التلاتة يخليها تسعة. طب لو عكست حطيت الاربعة الاول والواحد التاني فهتبقى اربعة ناقص واحد تلاتة، التربيع هينزل على التلاتة تبقى تسعة. فالحالتين زي بعض، مش تفرق مين الاول عشان ما تتعبش دماغك. فانت تحط اي حاجة الاول، وليكن هتحط سين واحد سين اتنين صاد واحد صاد اتنين. تمام. بعد كده على طول بعد كده هنروح. انا هكتب لك القانون مره واحده، بعد كده مش هقعد اكتبه عشان ننجز وقت الفيديو ما يطولش. اروح اجيب لك البعد على طول بتاع حضرتك بيساوي طبعا الجذر بتاعنا فرق سينات تربيع زائد فرق صادات تربيع. تمام. هنا بيساوي تمام. معايا واحد واربعة، مش تفرق بقى من الاول، انا هكتب اي حاجة. معايا اتنين وستة. طبعا يطلع واحد من اربعة تبقى تلاتة تربيع بتسعة، بالحتة دي بتسعة. اتنين ناقص ستة بسالب اربعة، التربيع هينزل على السالب هيطير، هينزل على الاربعة هيخليها ستاشر، هيبقى ستاشر وتسعة خمسة وعشرين، فجذر خمسة وعشرين بخمسة. طبعا ممكن تقول وحدة طول لان ده طول، او البعد هو عبارة عن طول مسافة يعني. هنكتب هنا وحدة طول، وحدة طول. طبعا امتحانك لو السؤال ده جالك مقالي هتكتب وحدة طول علشان يبقى ما ينقصكش نص درجة ولا حاجة، لكن في اختياري مش هتفرق. نخش على السؤال التاني. هنا ده كانت رقم واحد، تعالى رقم اتنين. بيقول لحضرتك ألف باتنين وسالب واحد. طبعا هروح احط الجذر على طول يعني عشان ايه؟ انجز وقت على قد ما اقدر. فرق سينات فرق صادات الكل تربيع على طول، مش تفرق ايا كان من الاولى. هنا اتنين وهنا خمسة، هنا سالب واحد وهنا سالب خمسة، فهتبقى دي موجب. مش خد بالك هنا اتنين سين واحد حطيته، هنا خمسة سين اتنين حطيتها، اتنين ناقص خمسة سالب تلاتة تربيع تسعة، سالب واحد حطيته في ناقص مع سالب خمسة يبقى موجب خمسة، فسالب واحد مع موجب خمسة يطلع معايا اربعة. طبعا هنا في تربيع او مش باين اهو، فهنا هتبقى اربعة تربيع بستاشر، وهنا يبقى معايا اتنين ناقص خمسة تلاتة تسعة، هي هتطلع بخمسة برضو. خمسة وحدة طول. تمام. نخش على رقم تلاتة. بيقول لحضرتك معاك الالف ومعاك الب، عايز البعد. تقريبا الست مسائل دول نفس الافكار يعني مفيش حاجه جديده، هو بيغير ارقام. فاحنا ممكن نحل اول 3 مسائل ونكتفي بكده ونخش على حاجه تانية عشان نعرف الافكار وننجز وقت في الفيديو مع حضرتك. تمام. نخش على رقم 3. بيقول لك معاك الالف او س واحد بسالب اتنين، س اتنين بتلاتة. معايا صاد واحد بسبعة، صاد اتنين بسالب خمسة، فدي تبقى موجب خمسة. سبعة وخمسة اتناشر تربيع مية اربعة واربعين. سالب اتنين من سالب تلاتة يديني سالب خمسة تربيع بخمسة وعشرين، يبقى خمسة وعشرين زائد
144 هيديني كام؟ 144 زائد 25، اللهم صل عليك يا نبي، 169. جذر 169 13 وحدة طول. تمام. خلاص كفاية كده أول 3. نخش على فكرة تانية. تمام، نكمل ونخش على رقم 2 اللي هي هنا دي. بيقول لحضرتك البعد بين النقطتين، مديني نقطة ومديني نقطة. سمي النقطة الأولى وليكن ألف. مع حضرتك ألف بكام؟ مع حضرتك ألف ب3 وألف. مع حضرتك ب بكام؟ مع حضرتك ب ب-1 وألف. طبعا في ناس هتشوف الألف والألف تتخض وتقول لك المسألة مش هتتحل. لا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حط قانونك، عوض، ان شاء الله المسألة تتحل. القانون بيقول لك ان البعد بيساوي، انا هحط الجذر بتاعي على طول اهو، فرق سينات فرق صادات الكل تربيع على طول، يعني كلام مباشر. س1 ب3، س2 ب-1، يبقى هنا كده موجب. ألف اللي هي ايه؟ صاد 1 حطيتها، صاد 2 ألف. ألف ناقص ألف ب0، دي المسألة كلها راح تمثل لها فرق. هنا جمع ولا طرح ولا ضرب؟ هنا جمع، يبقى المسألة كلها مرحتش. لو هنا ضرب اتفق معاك يبقى كلها ب0، لكن هنا في جمع، فالحتة دي كده كلها ب0، أي حاجة ناقص نفسها ب0. فهيبقى لي ايه؟ جذر 3 زائد 1. طبعا 3 زائد 1 آسف 4 تربيع ب16، جذر 16 4. يطلع مع حضرتك الإجابة 4 اللي هي د. نخش على رقم 2. بيقول لحضرتك البعد بين النقطة، مديني نقطة مش مديني اسمها ونقطة الأصل. طب صلى على النبي صلى الله عليه سيدنا محمد. هفرض إن النقطة الأولى دي اسمها ألف، اللي هي مع حضرتك بكام؟ معايا بجذر 3 و1. ونقطة الأصل هفردها واو، هسميها واو، اللي هي عبارة عن 0 و0. نقطة الأصل دايما 0 و0. طيب لما يطلب مني بعد من نقطة ونقطة الأصل، تعالى نشرح الأول قبل ما نحل. فأنا هفرض عندي الصورة الكارتيزية ديت. تمام، دي اسمها الصورة الكارتيزية اللي هي بتشوفها في ورقة رسم البيانات بتاع حضرتك. دي نقطة الأصل، وهفترض عندي إن النقطة دي ألف، وليكن ألف بجذر 3 و1، فألف دي هتبقى هنا. وهو عايز البعد ده، يعني هو عايز طول القطعة المستقيمة دي البعد ده. فانا عشان اجيب البعد ده هطرح فرق صادات من فرق السينات بين النقطتين دولت. طيب تعالى كده حط القانون وعوض. قول لي البعد بيساوي، انا هحط الجذر اهوت وهعوض. طبعا ايه؟ تعويض مباشر. بص يا تمام، بص هنا انا هعوض جذر 3، وعندي هنا جذر 3 س1، س2 ب0، ومعايا صاد 1 ب1، صاد 2 ب0. فلما هاجي اطرحهم من بعض هيديني ايه بقى؟ هيديني جذر 3 ناقص 0 اللي هي جذر 3، وهيديني 1 ناقص 0 اللي هو 1. فبعد كده زي ما تقول كده هتحفظها. لما يطلب منك البعد، اي نقطة بعد اي نقطة عن نقطة الاصل، انا هاخد النقطة اللي اداني دي واخدها تربيع. انا هاخد جذر 3 الكل تربيع زائد 1 الكل تربيع، واطلع الناتج مباشرة. تمام. دي كانت الفكرة اللي انا عايز اوضحها لك عشان بعد كده تنجز وقت. طبعا على طول التربيع هيلغي الجذر، فهنا تبقى 3 1 تربيع 1 3 زائد 1 4، جذر 4 هيبقى يديني 2. تمام. هنخش تبقى الإجابة بتاعت حضرتك ج. هنخش على السؤال التالت. بيقول لحضرتك إذا كان البعد بين النقطتين، مديني نقطة ونقطة، بيقول لي هي وحدة طول واحدة، فإن ألف. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ قانونك، حافظ قانوني، عوض. هقول لك البعد بتاع حضرتك بيساوي جذر فرق صادات تربيع فرق سينات تربيع، العكس اسف، فرق سينات الاول بعد كده فرق صادات الاول. تمام. بيقول لحضرتك بيساوي ايه بقى؟ احنا في السؤال التالت مديني النقطة الأولى ألف وصفر، هعوض س1 بألف، س2
بكام؟ بصفر اهي. تعالى هنا صفر صاد واحد، واحد صاد اتنين. تمام تمام. تمام. بص يا معلم، انت هنا هتقولي انا عندي هنا مجهول، هطرح الف من صفر ازاي؟ وعندي هنا صفر ناقص واحد بسالب واحد. فانا عندي دي معلوم، دي مجهول اصلا وعايز قيمة الالف. طب ما انا عشان اجيب قيمة الالف لازم يبقى عندي اجابة هنا. طب ما هو مديها لك، قال لك ايه؟ قال لك ان البعد بين النقطتين هو وحدة طول واحدة. هو كاتب بالعربي فانت مركزتش. وحدة طول واحدة يعني بيساوي واحد وحدة طول، يعني هنا في واحد، البعد بيساوي واحد وحدة طول. يعني احنا هنا لو بصيت لما كنا بنجيب الاجابات بنقول ايه؟ الرقم ونقول وحدة طول. هي الاجابة ايه بقى؟ واحد وحدة طول. بص كده، هي وحدة طول واحدة. تمام تمام. نكمل. يعني انا بس فهمك عشان في ناس في حوار انه كاتب بالعربي دي بتعطل معاهم، ما بيبقوا مش مركزين او مش فاهمين. تمام. فهنا على طول هنشتغل. معايا ألف ناقص صفر الكل تربيع، فأي حاجة ناقص صفر بالحاجة ذات نفسها، فألف ناقص صفر بألف. ألف تربيع هيديني ألف تربيع، البعد هيساوي إيه بقى؟ البعد هيساوي ادي الجذر بيساوي واحد. ألف ناقص صفر ألف، يبقى ألف تربيع بألف تربيع زائد صفر ناقص واحد بسالب واحد تربيع بموجب واحد. يبقى معانا ألف تربيع زائد واحد بيساوي واحد. طب أنا عايز أخلص من الجذر، بعمل إيه؟ بربع بتربيع الطرفين. اللي هتعمله في اليمين هتعمله في الشمال. فلما هربع هنا التربيع هيروح، هو واحد تربيع بواحد. فأنا وصلت إن ألف تربيع زائد الواحد بيساوي واحد. تمام تمام. هتعمل إيه؟ ببساطة هودي الواحد الناحية التانية، فيبقى واحد ناقص واحد بصفر. هتاخد الجذر بصفر برضه، فقيمة الألف هتطلع مع حضرتك بصفر، اللي هي الإجابة رقم ج. في ناس ممكن تقول لي ثانية يا مستر ازاي البعد طلع بصفر؟ لا، ركز، البعد ما طلعش بصفر، البعد هو مدولك بواحد، اللي طلع بالصفر الألف. فرق ما بين ان الألف طلع بصفر وان البعد هو مدولك اصلا بواحد وحدة طول. تمام تمام. نخش على السؤال الرابع. تمام يا باشمهندس، نخش على السؤال الرابع وركز معايا بقى، فكرة جديدة وحلوة وعايزة تشغيل دماغ وفي نفس الوقت هي مش صعبة. دايما لما الاقي مسائل من النوع ده اللي هي المسألة رقم 4 احاول ارسم. الرسم بيسهل جدا. يعني بيقول لي طول نصف قطر دائرة، بيتكلم على قطر دائرة. يعني انا معايا بالصلاة على النبي دايرة. تمام. معايا دايرة، الدايرة دي ليها مركز. زي اي دايرة ليها مركز. بيقول لحضرتك ان هنا كده مثلا عندي ده نص قطر نق. مع حضرتك ان النق ده بيقول لك ايه بقى؟ طول نصف قطر الدائرة، طول نصف قطر ده التي مركزها، مديك المركز مع حضرتك بكام؟ باربعة وسبعة. بص الرسم مسهل عليا الدنيا كلها يا باشمهندس. وتمر بالنقطة، بيقول لك ان المركز ده بيمر بالنقطة دي. النقطة دي اللي هي كام؟ اللي هي واحد وتلاتة. النقطة دي على الدايرة بيقول لك بيساوي كام وحدة طول. هي خد بالك، يعني ده اسمه ايه؟ سيبك بقى من ان ده نص قطر، دي قطعة مستقيمة. في الاساس هو بعد زي المسائل دي كلها، بس هو غيرها لك وحط لك في نص دايرة. فمش محتاجة تصعب على نفسك. لو رسمت المسألة تتحل على طول. فأنا رسمت دي اسمها نص قطر، بس في الحقيقة هي البعد اللي هو عاوزه. فالقانون بتاعي وأعوض والأمر بسيط جدا جدا يعني. فالبعد مع حضرتك بيساوي جذر، طبعا فرق سينات فرق صادات الكل تربيع. معايا إن س واحد بتلاتة، س اتنين بسبعة، صاد واحد بواحد، صاد اتنين باربعة. طبعا يبقى البعد هيطلع مع حضرتك بكام بقى؟ تعال نحسب. تلاتة ناقص سبعة سالب أربعة. سالب أربعة تربيع، التربيع هيلغي السالب، التربيع على الأربعة يديني 16. تمام. يبقى معايا هنا 16. واحد ناقص أربعة سالب تلاتة على التربيع، التربيع يلغي السالب ينزل على التلاتة يخليها 9. 9 و16 25، جذر ال25 5. تبقى الإجابة بتاعت حضرتك ألف. السؤال الرابع إجابته ألف. نخش على السؤال الخامس. تمام يا باشمهندس. اظن لحد الان ما فيش حاجه صعبه. يعني هي المساله رقم 4 اللي كان فيها فكره حلوه، وعلى ما اعتقد يعني لما رسمنا الدنيا بقت بسيطه جدا. لو المسائل مع حضرتك عطلت، او مثلا انت ايه حليت كام مساله ولقيت
في مثلا 5 مسائل يقفوا معاك، فحضرتك بتتضايق، بتبقى متنرفز. فانا عايز حضرتك تعمل ايه بقى؟ تاخد نفس كده وتهدي اعصابك، كوبايه القهوه جنبك او كوبايه الشاي. ومن الطبيعي ان مسائل تقف معاك، بس مش من الطبيعي ان انا ما اتعلمش. وقفت معايا، شفت الحل بتاعي، اتعلمت من الحل، فهمت المستر حل ازاي، خلاص بقى واقف الفيديو، احل المسألة من تاني بطريقة المستر، هلاقي الدنيا ايه ظبطت معايا. وحتى لو عطلت تاني ارجع للفيديو، بعد كده ارجع للمسألة اللي انا بحلها، وصدقني الموضوع هيبقى بسيط جدا وهتحل المسألة ومش هيقابلك اي مشكلة. مش عايز اطول الفيديو ولا اطول في الكلام، نخش على المسألة اللي بعديها واللي هي المسألة رقم 5. بيقول لحضرتك معايا ان أ ب ج د مستطيل، معايا أ معايا ج، فإن طول ب د. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك دايما الرسم بيسهل عليا كل حاجة. انا هاجي مع حضرتك وهرسم المستطيل اللي هو الدهوني. ادي المستطيل اللي هو الدهوني. قال لك أ ب ج د، والتزم بالترتيب، ما تحطليش هنا أ تيجي تحط لي هنا ب وهنا ج وهنا د، الترتيب مهم جدا. تمام يا باشمهندس، تمام. رسمت زي ما المستر قال لي، اروح عند النقطة أ واحط النقطة بتاعتها، وعند النقطة ب عند النقطة ج اللي هو مديهاني اللي هي 4 و5 اللي هي النقطة بتاعتها. طيب هلاحظ هنا ان هو اداني أ وج، الاتنين دول متقابلين. لو انا فكرت اوصل أ وج مع بعض هيديني ايه؟ هيديني قطر. الله يفتح عليك يا باشمهندس، اللي رد ده باشمهندس بجد والله. يعني كون انك دماغك مفتحه واخدت بالك كده ان ده قطر، يعني برافو عليك. هو عايز ايه؟ هو عايز ب د ده مع ده، لو فكرت اوصله ما يديني قطر. تصدق في معلومه في المستطيل حضرتك درستها، سبق وان درستها، بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك ان المستطيل قطرينه متساويين. يعني القطر أ ج ده بيساوي القطر ب د، يعني لو قطر أ ج ده ب5 يبقى القطر ب د ده ب5. طب انت عايز ب د؟ طب ما تروح تجيب أ ج، مش أ ج ده بعد معاك النقطتين، هجيب عن طريق القانون، طلعت يبقى ب د بيساويه، ما القطرين متساويين. شفت بقى؟ هندسة دخلت في الدرس ده، عملت شوية شغل. بالرسم الدنيا بسيطة، بالرسم الدنيا جميلة. تمام، يلا على طول بالقانون بتاعنا، وهو هو البعد بتاع حضرتك بيساوي، حط الجذر، تعويض مباشر، حفظنا القانون، فرق سينات تربيع، فرق صادات تربيع على طول. والناس اللي بتعاني انها ما بتعرفش تكتب على الآلة، هحاول احل كام مسألة بالآلة دلوقتي تسهيلا لكم، وكمان عشان ننجز في الفيديو وما نطولش في الحسابات. تمام، بيقول لحضرتك ايه؟ الألف والب. معايا س واحد بسالب واحد اهي، س اتنين ب5، معايا صاد واحد بسالب 4، معايا صاد اتنين ب4. تمام، هروح اقول لك على طول البعد بيساوي، هحط الجذر بيساوي سالب واحد من سالب 5 هيديني سالب 6. طبعا في تربيع هنا، تربيع ب36، طبعا انا حاطط هنا التربيع فانا هحط 6 بس. سالب 4 ناقص 4 يديني سالب 8 تربيع. التربيع هلغي السالب بس انا هحطها زي ما هي عشان انا حاطط عندي التربيع. 6 تربيع ب36، 8 تربيع ب64، 36 زائد 64 100، جذرهم 10، يبقى البعد بتاعي ب10. طب ما تيجي نتأكد، تعالى نشوف هنا الإجابة الأول هتبقى د. تمام يا باشمهندس، تعالى نعملها على الآلة عشان الناس متعرفش تحل بالآلة. لو بتعرف تحل جر الفيديو 10 ثواني كده عشان تنجز وقت. بيقول لحضرتك ادي الجذر اهو، هكتب افتح قوس، طبعا انا مش هبتدي من هنا، هبتدي من هنا، فانا هقول سالب 1 ناقص 5. بص انا ماشي معاك بالترتيب اهو، قفلت القوس، احط التربيع، اقول لك زائد، افتح قوس، سالب 4 ناقص 4، اقفل القوس واقول تربيع وادوس يساوي، يطلع معايا ب10 ببساطة جدا يعني. فمش عايز حضرتك تصعب المأمورية. وفي ناس تشوف هنا سالب 4 وسالب 4 تستعجل تقول لك صفر، هنا 4 مش ناقص 4، هنا سالب 4 ناقص 4 اديني سالب 8. يعني بلاش تشغل دماغك وحاول تشغل الآلة عشان ما تغلطش. تمام، نخش على السؤال السادس. بيقول لحضرتك إذا كان أ ب ج د ده مربع. بص بقى، شغال أشكال هندسية، دخل على مستطيل، بعد كده مربع، نص قطر دايرة، كمان شوية هيقول لي معين، وهو شغال هندسة، شغال بمعنى الكلمة هندسة يعني.
بيقول لك معايا ألف بكذا وب بكذا، فإن مساحة المربع، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى على جنب كده وقول لي مساحة المربع بتساوي ايه؟ مساحة المربع بتساوي يا باشمهندس، حاول كده تسترجع بالذاكرة. ها، جبتها؟ افتكرت؟ جمعت؟ تعالى نرسم المربع. تعالى ادي المربع بتاعنا. تعالى اديك شوية خواص عن المربع، يعني بره المسألة كده، علشان احاول اديك بعض المعلومات الهندسية اللي تفيدك في حل المسائل. اول حاجة المربع اضلاعه كلها مساوية، يعني لو الضلع ده باتنين فده باتنين فده باتنين فده باتنين، قطرينه متساويين. يعني لو معايا القطر ده بخمسة، فانا هيبقى معايا القطر ده برضو بخمسة. المربع مساحته بتساوي الطول في العرض، يعني الطول ده في العرض ده او طول الضلع في نفسه، ان كلهم متساويين. فمساحة المربع بتساوي طول الضلع، وليكن اسمي ان طول الضلع لام في نفسه في لام في لام، اتنين في اتنين. يعني مساحة المربع اللي معايا ده أربعة، ده مربع طول أضلاعه اتنينات. طب هديك شوية معلومة كمان، محيط المربع بيساوي ايه؟ مجموع أطوال أضلاعه، اتنين زائد اتنين زائد اتنين زائد اتنين، تمانية. دي شوية معلومات كده خارج الدرس هندسية، يعني أتمنى تكون فاتت حضرتك. نرجع للمسألة. هو عايز المساحة اللي هي طول الضلع في نفسه. طيب لو جبت طول الضلع المسألة تبقى اتحلت؟ طبعا تبقى اتحلت. تعالى نروح نجيب طول الضلع. سيبك بقى من المربع ده عشان احنا شخبطنا فين. نروح نرسم مربع نضيف كده شوية. هحط، بيقولك المربع ألف ب ج د. بيقول لحضرتك ايه؟ ان ألف بخمسة وتلاتة، ان ب بكام؟ باتنين واربعة. بس مديك ده وعايز مساحته. طب ما انا مش معايا الف ب، مش ممكن اجيب طول الضلع الف ب ده؟ ما هو الف ب ده طلع، هجيب الطول الضلع ده عن طريق قانون البعد. طب ولما اجيبه يبقى ده بيساوي وده بيساوي وده بيساوي، اقدر اجيب المساحة بكل بساطة. الرسم بيسهل، تشغيل الدماغ مطلوب. تمام، يلا نروح نجيب على طول طول القطعة المستقيمة ألف ب، أو اللي هو طول الضلع برضو، عن طريق القانون بتاعنا، فرق صادات تربيع فرق سينات تربيع. المسألة اتحلت. تمام. بيقول لحضرتك إن ألف بتلاتة اللي هي س واحد، س اتنين بكام؟ بأربعة، صاد واحد بخمسة، صاد اتنين باتنين، تلاتة ناقص أربعة سالب واحد، خمسة ناقص اتنين تلاتة، تلاتة تربيع بتسعة، سالب واحد تربيع بواحد، يبقى مجموعهم عشرة. هجيب جذر عشرة على طول بالآلة. جذر عشرة معايا بالآلة بجذر عشرة زي ما هي، بجذر عشرة. نروح في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ألف. وصلت؟ اتفهمت؟ تمام. كده انا طلعت ثاني كده معلش. هو طالب المساحة، اسف هو طالب المساحة. انا جبت طول القطعة المستقيمة دي. ما احنا قلنا ان المساحة بتساوي طول القطعة المستقيمة دي اللي هي لام، اللي هو طول الضلع في نفسه، اللي هو يبقى جذر عشرة في جذر عشرة. هنضربهم في بعض، يعني هضرب جذر عشرة في جذر عشرة، يطلع مع حضرتك بعشرة. طبعا اوعى تقول لي جذر مية ولا اتنين جذر عشرة، بلاش تشغل دماغك بالآلة اهو زي ما انا عملت. وخلي بالك في ناس بتعمل ايه بقى، بتقول لك ايه؟ جذر عشرة في جذر عشرة، بتعمل كده. لا، انت كتبت جذر عشرة، اطلع بره القوس وقول في جذر عشرة، يطلع مع حضرتك بعشرة. تمام. فالإجابة هتبقى ب مش ألف. سرعت يعني، بص أنا مدرس وتسرعت، فخلي بالك أنت كطالب. نخش على مسألة رقم 7. تمام، نخش على مسألة رقم 7. بيقول لك بعد النقطة عن محور الصادات، وهنا سنسكت قليلا بالرسم سائل المأمورية. هنعمل صورة كارتيزية بالشكل ده. تعال نحط النقطة دي على المحاور بتاعتنا. النقطة سالب خمسة سينات ادي، عشان الناس اللي ما مش عارفة صاد وصاد موجب وصاد سالب فين. هنا صاد موجب، هنا صاد سالب، هنا س موجب، هنا س سالب. نقطة سالب خمسة وليكن هنا هننزل سالب اتنين، فالنقطة بتاعتي هنا بالظبط. تمام. دي النقطة بتاعتي. هو عايز بعد النقطة دي عن محور الصادات. دايما ولا بد، هو بيقول لك ايه؟
عايز بعد النقطة عن محور الصادات. ادي النقطة اهي. فين محور الصادات؟ اهو. هو عايز البعد ده، فهعمل ايه بقى؟ هاخد يعني البعد ده بينه وبين الصادات، صح؟ اه. بص بقى انا هركز. البعد ده صح؟ البعد اللي ماشي ده ماشي في اتجاه مين؟ ماشي في اتجاه السينات. ما السينات بتمشي كده يعني، ولا نازل تحت في اتجاه الصاد السالب، ولا طالع فوق في اتجاه الصاد الموجب. فاذا انا اصلا ما عنديش محور صادات، فالصاد تبقى بصفر. فانا عندي نقطة ايه؟ سالب 2 وسالب 5. انا ماشي في الاتجاه ده في اتجاه السينات، فانا ما عنديش صادات. الصادات ملغية، ما عنديش محور صادات. انا عندي محور سينات ماشي في الاتجاه ده. طيب البعد ده عن محور السينات عن محور الصادات قد ايه؟ السين اهي بتبعد قد ايه بقى عن محور الصادات ده؟ مقياس سين واحد. لا تاني، انا عندي النقطة طلعتها على الصورة الكارتيزية. النقطة دي انا عايز بعدها عن محور السينات، فانا لما همشي في اتجاه السينات كده مش هلاقي عندي صادات، فهصفر الصادات وهاجي اجيب السينات هاخد مقياسها، لان ايه؟ ممكن تطلع بالسالب زي كده وما عنديش بعد بالسالب، فمقياسها هيبقى اللي هو ب5، فالاجابة بتاعتي هتبقى د. فهمت؟ خير. ما فهمتش هضطر اقول لك احفظها. اي سؤال يقول لك بعد النقطة عن محور الصادات، خلي الصادات شوف الحاجة اللي ذكرها، ذكر ايه الصادات؟ خلي الصاد بصفر وخد اجابة السينات، بس ايه؟ بس بالمقياس او بالموجب بالاحرى. عايز بعد النقطة -3 و2 عن محور السينات. قال لي السينات، هروح للسينات واصفرها اللي هي ب3، وهاخد مقياس الصادات اللي هو ب2، فتطلع الاجابة 2. دايما الحاجة اللي اذكرها صفرها واخد التانية بس بالمقياس او بالاشارة الموجب حتى لو هي بالسالب. تمام. نخش على السؤال الثامن. تمام، نروح للسؤال الثامن. بيقول لحضرتك البعد بين النقطة ومحور السينات. ذكر ايه؟ السينات. هشخبط على السينات اهي اللي هي ال5، مش شايفها اكنها صفر، واروح للصادات خد مقياسها. هاخد مقياس مقياس ذات تربيع 60. طيب في عندك ذات تربيع 60؟ لا مفيش، يبقى هو فكها. طب افكها ازاي؟ بالآلة على طول يعني. اروح على الآلة كده وهقول ايه بقى؟ لو حد عايز يعرف المقياس بيتعمل ازاي بدوس شيفت اتش واي بي. لو حد معاه الآلة دي، معاكش مش مشكلة، معاك الآلة العادية مش لازم أن تحط مقياس. اهم حاجة لو الرقم ده بالسالب تخليه موجب. فهتحط ذا 60 الكل تربيع، ذا تربيع 60، تطلع مع حضرتك ب3. الإجابة رقم ج. يعني سؤال مباشر، ما تتخضش، ما تشوفش ذا وجتا والحاجات دي تتخض، يعني الأمر بسيط. طبعا في ناس لسه ما بدأتش في الدوال المثلثية فمش فاهمة يعني ايه ظا ويعني ايه جا. هتدرسها كمان شوية، فلما يجيلك السؤال ده بعدين هتحسه عبيط. ممكن دلوقتي تحسه صعب عشان انت ما درستش يعني ايه ظا. بس عامة يعني بالآلة سواء دي او لو معاك آلة اقل امكانية شوية، دي ساين يعني جا، اسف ساين يعني جا، كوزاين يعني جتا، تان يعني ظا اللي هي دي. تمام. هروح للسؤال 9. بيقول لحضرتك ايه؟ عايز بعد النقطة عن محور الصادات بحيث لام تنتمي لح. بحيث ايه؟ لام تنتمي لح، يعني اللام دي تكون عدد حقيقي. هروح هنا النقطة دي اهي بسالب 4 ولام. انا هركز اوي يعني، اسف، بسالب 4 ولام. انا عايز محور الصادات. ذكر ايه الصادات؟ صفر الصادات يا مستر، صفرتها. يبقى لي مين؟ اللام. طيب انت قلت لي خد مقياسها، فهتبقى مقياس اللام، فاوعى تجري وتختار اللام. ليه بقى؟ قال لك حيث لام تنتمي لح. حيث لام ده عدد حقيقي. عدد حقيقي يعني عدد موجب، يعني ما يكونش سالب. فانت تروح تقول لي 4. لا، انت عرفت منين ان لام ب4؟ معرفش، السبب اللي اختار الف بلام. هي بلام بس ممكن تبقى لام دي -5، وما انا عايزها بالموجب فاخد المقياس، فعايز مقياس اللام، فدي مش هتنفع. -4 عرفت منين انها بالسالب. بعدين بيقول لك حيث لم تنتمي لح، عدد حقيقي يعني عدد موجب، فاول رقم اول اجابه السبعده اللي هي ج. هتروح لي دي اللي هي مقياس اللام. اجابه صحيحه. اللام بتلعب بقى ب2 صح، طلعت بسالب 5، فانا معايا المقياس هيلغي السالب. دايما المقياس بيلغي السالب، فالاجابه بتاعت حضرتك هتبقى د. اروح للسؤال 10 وركز معايا بقى في اللعب الحلو ده. السؤال 10 سؤال جميل، ركز معايا بقى عشان السؤال رقم 10 ده سؤال جميل وفي اللازم منه.
بيقول لحضرتك معاك مستقيم او عايز البعد بينهم. المستقيم صاد ناقص 3 بيساوي صفر، والمستقيم صاد زائد 2 بيساوي صفر. وليكن انا معايا المستقيم بالشكل ده كده، انا مش هحل، انا هشرح. صاد ناقص 3 بيساوي صفر. ما تروح لي يا باشمهندس تجيب لي كده قيمة الصاد من هنا، هتطلع مع حضرتك بكام؟ ب3. اركنها لي على جنب وروح شوف لي المستقيم التاني كده. وليكن دي صاد واحد، وهنا صاد 2 ناقص او زائد 2 بيساوي صفر. هات لي قيمة الصاد من هنا، هتلاقي مع حضرتك طلعت -2. جبت قيمة صاد واحد وصاد 2. هتقول لي يا مستر انا عشان اجيب البعد ده كله بيبقى معايا نقطة هنا مثلا وليكن ألف، ونقطة هنا وليكن ب، وبجيب البعد عن طريق القانون بينهم. تمام. دلوقتي أنا معايا صاد واحد وصاد 2، معايا س واحد وس 2. إذا اللي أنا استنتجه إن في الصورة الكارتيزية اللي الراجل جاب السؤال ده، الراجل ده شغال على صاد الموجب وصاد السالب، هو ما اشتغلش على السينات خالص. يعني المستقيم شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده، من هنا من -2 لحد هنا -3. هو ده المستقيم بتاع حضرتك كده، هو ده المستقيم. طب هو عايز البعد ده، المستقيم ده عايز الطول ده كله. ما انا عشان اجيب الطول ده ازاي؟ اجمع ده على ده. حلو. هجمع بقى ايه؟ 3. ده اللي هي فوق، فهتبقى 3 اللي هي الموجبة بتاعت صاد موجب. طبعا هنا في سالب، فهيبقى سالب سالب موجب 2 هيساوي 5. لا مش فاهم، ثانية اعيد لك تاني. انت جبت قيمة صاد واحد وجبت قيمة صاد 2. هتقول لي انا عايز س واحد وس 2 علشان اجيب طول المستقيم ده. ما هو انت عشان تجيب طول المستقيم كلامك صح، لازم يبقى معاك النقطتين. بس هو هنا مش هتجيب الطول عن طريق القانون اللي انت حافظه، عن طريق المقياس. عشان الصورة بتاعتك هي صورة كارتيزية على محور الصادات فقط، صاد موجب وصاد سالب. فانا هاخد ده مع ده، هطرح الاتنين كده من بعض عشان اجيب البعد ده كله. فيبقى 3 ناقص 2 اللي هي 3 زائد 2 اللي هي هتطلع مع حضرتك ب5. تمام تمام، اتمنى تكون فهمت. هتبقى اجابتنا الاجابة رقم ج. نخش على السؤال 11. تمام. بيقول لحضرتك دائرة مركزها نقطة الأصل. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي دائرة بالمنظر ده كده، وادي مركزها اهو، وهو عبارة عن نقطة الأصل اللي هو صفر وصفر. تمام تمام. بيقول لك وطول نصف قطرها 2. يعني مثلا وليكن إن ده نص القطر، طوله معايا ب2 وحدة طول. بيقول لحضرتك في أي من النقط الآتية تنتمي للدائرة. مديني نقطة 2 3، وليكن ان النقطة دي بتنتمي للدايرة اللي هي مثلا 1 و2. طب انا هعرف منين ان النقطة دي تنتمي للدايرة؟ اي منهم هعرف منين؟ هجرب ازاي؟ هاخد النقطة الاولى وهجرب النقطة الاولى دي مع المركز عن طريق قانون، هجيب البعد بينهم. تمام. والاجابة اللي تطلع ب2 يبقى هي دي الصح. يعني حضرتك هتجرب الاربع اختيارات، في 3 مش هينفعوا. 3 هتيجي تجيب البعد بينهم وبين نقطة الأصل هيطلع رقم غير 2، إجابة واحدة اللي هيطلع الإجابة بتاعتها ب2. إيه هي؟ هنجرب فهنشوف مثلا 1 و2 دي. فهنروح مثلا بالقانون البعد بيساوي ادي جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. عندك 1 ناقص 2، قصدي آسف 1 ناقص 0 و2 ناقص 0. هتقول لي مثلا انت قلت لي من كام سؤال لما يجيلك البعد بين أي نقطة والمركز باخد جذر النقطة تربيع على طول. أقول لك كلام صحيح. وكمان لو انت ناصح هتشغل دماغك ومش هتكتب. ليه؟ أنا هنجز بالآلة على طول. أنا هروح مثلا هنا واخد جذر مين؟ 1 تربيع زائد 2 تربيع، هيطلع مع حضرتك بجذر 5. الإجابة غلط. أروح للإجابة ب، هاخد -2 تربيع. طبعا السالب هيطير، فهحط 2 تربيع على طول زائد 1 تربيع، هيطلع مع حضرتك الإجابة جذر 5. برضو مش تنفع. أروح للإجابة رقم 3، هاخد جذر 3 تربيع زائد 1 تربيع، هيطلع مع حضرتك الإجابة 2 اللي هو طول نص قطر. يبقى الإجابة ج صح. عايز تجرب ده ولا يهمك يا معلم؟ نجرب ده.
هتاخد جذر 2 تربيع زائد 1 تربيع، هيطلع مع حضرتك الإجابة جذر 3. إذن الوحيدة اللي طلعت 2 هي ج. وبإذن يا باشمهندس نكون انتهينا من الفيديو. طبعا في أسئلة لسه هنا طويلة كتيرة، مش عايز أحلها عشان الفيديو ما يطولش على حضرتك. ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني هحل باقي الاسئله، بحيث ان انت تبقى اخدت الفيديو على جزئين وما يطولش معاك. واتمنى تكون استفدت، واتمنى اكون اديت بشكل مناسب وحضرتك تكون فهمت. مع حضرتك مستر يوسف، اراكم في وقت لاحق.